السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناه فرفش نفسك. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه فيديو جميل جدا. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه لملاكم من ملاكمين الجزائر اللي ما يعرفوش يامر حميني. يا جماعه اللي ما يعرفوش يامر حميني، يعني ايه ما يعرفوش يامر حميني؟ يعني البطل الجزائري او الملاكم الجزائري لما يكون رايح طالع على حلبه يا جماعه، بيبقى رايح طالع على الحلبه وسايب قلبه في البيت، يعني ما بيبقاش واخد قلبه معاه يا جماعه، يبقى رايح يلعب المباراه دي يا جماعه بلا رحمه وبلا شفقه. يعني اللي هيقع تحت ايده مش هيسيبه، اللي هيقع تحت ايده يا جماعه مش هيسيبه. هو ده البطل الجزائري يا جماعه، هو ده البطل الجزائري. لان في الفيديو بتاعنا النهارده هنشاهد مباراه قويه جدا بتجمع ما بين بطل جزائري وبطل افريقي. البطل الجزائري اللي معانا النهارده يا جماعه في لعبه الملاكمه هشام معوش يا جماعه، هشام معوش. يعني بص يا جماعه، اللي معهوش ما يلزموش، يعني اللي يخش قباله هيفرتكوا يا جماعه، اللي هيخش قباله هيفرتكوا. هو ده ملاكم الجزائر يا جماعه، هو ده الملاكم الجزائري في مباراه قويه جدا ومباراه ناريه بتجمع ما بين البطل الافريقي والبطل الجزائري هشام معوش. تعالوا بينا مع بعض بقى نشوف المباراه ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط في الفيديو بتاعنا النهارده. وما تنسوش بقى قبل ما نتابع الفيديو ادعموا بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تشيروا الفيديو عشان طبعا القناه تكبر بيكم. تعالوا بينا مع بعض نتابع الفيديو ونشوف البطل الجزائري هشام معوش. يلا بينا. ادي المباراه بتاعتنا يا جماعه، ادي المباراه بتاعتنا. ركز كده وشوف يا جماعه هنا ايه اللي هيحصل. انا عايزك تركز معايا وتشوف هنا ايه اللي هيحصل في المباراه القويه دي. تعالوا بينا مع بعض بقى نشوف البطلين، البطل هشام معوش والبطل الافريقي، وايه اللي هيحصل. وادي الحكم واقف يا جماعه مستني يشوف ايه اللي هيحصل. طبعا اللي في قلب الحلبه يا جماعه ده هشام معوش، اللي واقف مستني ده يا جماعه مستني الافريقي يخش له هشام معوش. وادي الافريقي جاي يا جماعه، الافريقي جاي بقى ومتحمس ايه، جاي ومتحمس وعمال يقول لك يا ارض نهدي ما عليك ادي. مفكر ان الملاكم الجزائري صيد سهل بالنسبه له، مفكر ان الملاكم الجزائري صيد سهل بالنسبه له. لا يا عم الافريقي انسى، يا عم الافريقي انسى، انت بتحلم، انت بتحلم يا حبيبي. انت النهارده هتقابل يوم وهتواجه يوم اصعب يوم في حياتك، اصعب يوم في حياتك من يوم ما امك ولدتك يالا. لانك النهارده هتتشلفط، هتتشلفط يعني هتتشلفط. فاهم يا عم هشام؟ فاهم يا عم هشام؟ الرساله وصلت يا عم هشام. تسيبهولي ما تسيبوش ليا، انا عرفتك اهو. ما تسيبوش ليا يا سليم، انا عايزه بص كده يتروق، يتروق. ازاي بقى ما اعرفش يا عم هشام؟ ازاي يا عم هشام ما اعرفش؟ طبعا يا جماعه البطل الجزائري اللي لابس احمر والبطل الافريقي اللي لابس ازرق يا جماعه، عشان ايه ما حدش يتوه معايا كده وصحصح معاه انت هو وشوف المباراه القويه دي. البطل الافريقي اللي لابس ازرق زي ما احنا شايفين، والبطل الجزائري هشام معوش اللي لابس احمر. نشوف بقى هنا ايه اللي هيحصل يا جماعه. ادي طبعا في الجوله الاولى وبتبقى عباره عن جس نبض، وهنا الافريقي داخل متحمس وداخل مبسوط بقى، حس انه رايح رحله مدرسيه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ما تفرحش قوي كده، ممكن يكون اخر يوم في حياتك النهارده. انا عرفتك اهو. طبعا البطل الجزائري يا جماعه فرض عليه حصار، فرض عليه الحصار من البدايه. اديله يا معلم، اديله يا معلم، فرض عليه الحصار من البدايه. اديله، اديله كمان، ادي يا باشا، ادي يا باشا، ادي يا باشا. الله ينور عليك يا ابني، الله ينور عليك يا ده هشام. يالا خش يا ده هشام، يالا ما تخافش، يالا ما تخافش، يالا اخاف مين؟ اخاف مين؟ هو احنا اللي بنخاف؟ شوف يا جماعه فرض عليه الحصار ازاي، شوف فرض عليه الحصار ازاي. مش هيسيبه يتنفس، هيزنقه، هيزنقه يعني هيزنقه، هيزنقه يعني هيزنقه. اهو خد يا معلم، خد يا معلم، خد يا معلم. رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ فرض عليه حصار يا جماعه. ايه حصار من نار؟ حصار من نار، زنقوا. اوعى يا باشا، اوعى يا باشا، خد دي كمان. قوم، قوم يا بغل، قوم يا فحل. من اولها، من اولها وقعت. عد يا عداد، عد يا حكم، عد يا حكم. ما انت كنت جاي مبسوط، ما انت كنت جاي مبسوط وعمال تتنطط وعمال تفرح كده ومبسوط وفرحان. عرفت يالا، عرفت. مش انا قلت لك النهارده هتواجه اصعب يوم في حياتك، اصعب في يوم في عمرك من يوم ما امك ولدتك. استنى يا حبيبي، اللي جاي لسه تقيل، اللي جاي لسه تقيل، لسه ما خلصناش لحد كده. لخبطتني، ما خلصناش لحد كده. خش يا ده هشام، يالا افرض على الحصار يا باشا، افرض على الحصار يا معلم. اديله، اديله. قوم، قوم يا حبيبي. عد يا عداد، عد يا عداد، عد يا عم الحكم. بتعرف تعد يا حكم ولا اجيب لك آلة حاسبة تعد بيها؟ وانت النهارده يا ابني جاي تقع وتقوم وتقف وتقوم وتقف وتقع وتقع. ما تخلص يا ابني ورانا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ خش يا عم هشام، خش يا هشام. وريله، وريله، وريله. قوم، قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي، قوم، قوم يابا، قوم يابا. انت بتلاعب بطل جزائري. قلت لكم يا جدعان، قلت لكم البطل الجزائري جاي وسايب قلبه في البيت، يعني بيلعب وقلبه ميت يا جدعان. ما فيش رحمه، ما فيش رحمه. خد، خد شوف يا جماعه بيديله اهو.
بتعزم له على واحده ايه، شوف دي بيهوش بقى يا جماعه، الوقفه دي الثابته ده هي اللي هيضرب بقى قاضيه، الثابته اللي هي الوقفه ده هي، سيبك من اللي بيهوش بقى دي. ايوه هي دي يا جماعه. شوف الواد خد الخبطه اتلوح، خد الخبطه اتلوح يا جدعان، خد الخبطه الواد التانى زي ما بتتني الحديد كده، الواد التانى يا جدعان. الواد ده على طول يا جماعه لازم يروح ايه، يروح لدكتور عظام، ولا هيروح لدكتور وش، ولا هيروح لدكتور ايه بالظبط، ما تعرفش هيتعالج فين. قوم يا حبيبي، قوم فوق لي هنا، فوق لي هنا. شوف عمال يطبطب عليه ازاي، قول له معلش، بيقول له معلش، هشام معوش عمال يقول له معلش، اصبر لسه بدري، اصبر لسه بدري، قوم فوق لي. انا جاي النهارده اسخن، ما بلعبش مباراه، انا جاي النهارده اسخن. اوعى خد دي، قوم معلش، خد دي كمان، يقول له يا عم ابعد عني بقى، يا عم ابعد عني بقى، حرام عليك يا عم، ابعد عني بقى يا عم، ابعد عني. ايه يا عم، فرض عليا حصار من ساعتها مش عارف اخد نفسي. ادي الجوله الاولى يا جماعه، ده كله في الجوله الاولى. امال في الجولات اللي بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتعمل في ايه يا عم هشام؟ مش عارف يا جدعان، حد يفوقني، حد يخبطني على دماغي، ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ مش فاهم. طبعا يا جماعه ده كله في الجوله الاولى، مفيش رحمه يا جماعه. طب الناس بتنزل في البدايه كده بيجس النبض، كل واحد عايز يشوف التاني هيضرب ازاي. طب وهيضرب ازاي وايه اسلوبه في اللعب؟ هشام معوش مفيش حاجه اسمها عنده جس نبض، دخل فرض الحصار عليه على طول يا جدعان، على طول، وزنقوا في الحبل يا جدعان، زنقوا في الكورنر يا جدعان، قال له بص يا ابني، النهارده انا يا فيها يخفيها، وهو شكله كده هيخفيها، اصحى يا افريقي، قلت لك النهارده انت اصعب يوم في حياتك من يوم ما امك ولدتك، وما صدقتنيش. اتمنى بقى تكون صدقتني. انا عارف ان وشك دلوقتي زمانه قايد نار، انا عارف ان وشك دلوقتي زمانه ملتهب من كتر الضرب. طبعا هشام معوش يا جماعه. وادي الجوله الثانيه، الحكم بيقول لهم تعالوا هنا وانت تعالى هنا ووريني كده انت هتعمل ايه. وادي طبعا يا جماعه هشام معوش، خش يا معلم، خش يا باشا، خش يا رايق يا متضايق، اديله يا معوش، اللي معهوش يا معوش ما يلزموش جاي تقف قدام مني تعمل ايه؟ هوب خد دي، لا 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 لا، الواد اتلوح يا جدعان، حرام عليك يا معوش، ضربه واحده ده ايه ده يا جدعان؟ ده خلى الواد رجليه راحت شمال ورجليه جت يمين. الحكم قال له بص يا ابني، انا هرحمك من ايديه، الجوله خلصت يا جدعان، خلص الجوله هشام معوش بضربه واحده. الواد يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ ده الواد عامل زي ما يكون بيت واتهدى يا جدعان، الواد رجليه اتفرشحت يا جدعان، الواد اتفشخ نصين، ما تعرفش ايه اللي حصل. الواد هشام معوش ضرب الجمجمه بتاعته يا جدعان، اداله خبطه في الجمجمه، بوظ الاحداثيات بتاعته، بوظ الارسال بتاعه، خلى يعني ما عادش عارف يثبت على فين، اعصابه ثابت ولا اعصابه حلت ولا ايه. الافريقي مبسوط ان المباراه خلصت، ما انت مبسوط يا افريقي، وانا بصراحه متضايق، كان نفسي تطول اكتر من كده، بس احمد ربنا ان الحكم نقذك من ايديه، ايدين الواد الشرير ده يا افريقي. اصحى يا افريقي وشوف انت بتلاعب مين. معلش يا افريقي، معلش يا حبيبي، مفيش قعده يا ابني، مفيش حد يعد لنا اللقطه الحلوه دي يا جدعان، ولا هو في ايه بالظبط؟ المهم شفتوا يا جماعه البطل الجزائري بيعمل ايه؟ يا جماعه؟ هو ده البطل الجزائري اهو، ضربه ومشي ولا كأن في اي حاجه حصلت، كان بيتمرن يا جدعان، هشام معوش كان بيتمرن يا جدعان على الواد الافريقي. شفتوا ملاكمين الجزائر عاملين ازاي يا جماعه؟ سيطره كامله من بدايه المباراه على الواد الافريقي، زنقه طبعا يا جماعه، فرض عليه حصار مشدد ونازل في ضرب، كل ما الواد يجي يفوق يخبطه خبطه يقع في الارض، الحكم يعد، يخبطه الثانيه يقع في الارض، الحكم يعد. في الجوله الثانيه بقى بعد ما خد نفسه قال له انت خدت نفسك، هديت يابا، شربت شويه ميه، جهزت نفسك يا حبيبي، تعالى لي يا حبيبي، تعالى لي لالي كولالي. قام واخده على حجره هشام معوش، وقام مديله واحده قاضيه يا جماعه، خلى الواد اتفشخ نصين، خلى الواد رجليه على طول يا جماعه. بص ما تعرفش ايه اللي حصل، انا بصراحه الواد مش عارف يقف على رجليه من ضربه واحده يا جماعه، وبصراحه حظه حلو لان الحكم نجده من ايديه، لان الواد ده شرير يا جماعه، ده لو كان سابه شويه كمان كان الواد ده كان زمانه على طول ده كده، بص يا اما في الانعاش يا اما يا جماعه في القبر، هو حاجه من الاثنين، يا في الانعاش يا في القبر. هو ده الملاكم الجزائري يا جماعه، زي ما احنا شفنا كده هشام معوش اللي مروق عليه يا جماعه، اللي مروق على الافريقي، وهم دول ابطال الجزائر، اللي ما يعرفوش يما ارحميني، ابطال الجزائر اللي ما يعرفوش يما ارحميني. مباراه قويه جدا يا جماعه، بتعرفك مين هو البطل الجزائري. قلت لكم العيال الجزائريين دول قلبهم ميت، لما بيطلعوا في حته ولا لما بيروحوا في حته بيخربوها يا جدعان.
انت بتفكر في ايه ولا بتدور على ايه؟ اسمع مني، شوف الجزائريين بيعملوا ايه. بسم الله ما شاء الله عليهم يا جماعه، بسم الله ما شاء الله عليهم يا جماعه، مكسرين الدنيا في كل حته يا جماعه. وده كان بطل من ابطال الجزائر. وانتظروني في فيديو جديد وفيديو اقوى يا جماعه لابطال الجزائر اللي بصراحه كده هتجنني وهتجننكم في الايام اللي جايه دي، هتجنني وهتجننكم في الايام اللي جايه دي. وطبعا ده كان الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تدعموني بلايك الفيديو، اشتراك في القناه، وشيروا الفيديو عشان القناه تكبر بيكم، وعشان الكل يشوف ابطال الجزائر بتعمل ايه بالظبط يا جماعه، والجزائر وصلت لحد فين في العاب القوى اللي بصراحه مكسره الدنيا في كل حته في العالم يا جماعه. طبعا ده كان الفيديو بتاعي، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.